ما فيهاش هزار. انا نفسي لو شفت ممثل عمل حاجه مش لطيفه هيبقى فيك. على ايكون انا بحبه زي ستيفان روستي هزعل. فكلمت استاذ محمد فاضل، قلت له يا استاذ محمد انا اسف، انا بعتذر، أنا مش قادر، مش هقدر اعمل الدور ده. قال لي يا محمد واحد اتنين تلاته، انا عايزك تديني روح ستيفان روستي. انت شايفه ده الراجل ده كان عامل ازاي؟ وانا كنت مذاكر كل تفاصيل حياته، فعندي فكره كويسه يعني ثقافته كانت ايه، لغاته كانت ايه، طريقه كلامه كانت يعني حاجات كتير. بس فاشتغلت على ده. الناس كمان عملت بوست شافتك عبد السلام النابلسي كمان، لو فكرت تعمل. ايه رايك في ده؟ هم مش عارف، هم مصممين على السوشيال ميديا كلهم شايفيني شبه عبد السلام نابلسي. اوكي انا شبه عبد السلام نابلسي، بس الفكره وعشان اقدم عبد السلام نابلسي هيبقى صعب جدا زي ستيفان، على فكره مش هيبقى سهل. فكره الشبه مش هي دي مقياس. مش هي دي مفتاح الشخصيه خالص. يعني اللي يفتكر ان انا شبه فلان انا اقدر اقلد شخصيه فلان، نو. الموضوع اكتر من كده وعايز مذاكره، وعايز الفنان يذاكر تاريخ الشخصيه اللي هو بيعملها، ويعرف خبايا ثقافه الشخصيه دي ايه، وحالته الاجتماعيه كانت ايه، وكان بيلبس ايه وبيصرف ايه يعني حاجات كتير قوي.